ابينا ابراهيم يوم ما خد ابنه اسحاق على جبل المرايا وقال له اذبح ابنك اسحاق علشان يكون كفارة عن كل نسلك. لكن بمجرد ما ابينا ابراهيم مسك السكينة وكان هيذبح ابنه اسحاق قال له وقف، طالما انت ما امسكتش ابنك وحيدك عني انا هرسل ابني يسوع المسيح علشان يموت علشان خاطر ذنوب بني البشر كفارة عنها. عند جبل الزيتون جه السيد المسيح ومات علشان خاطر ذنوب بني البشر. والقصة احنا كلنا عارفينها، ودي حاجة تاريخية، حدث تاريخي حصل. في ذبيحة اندبحت عند جبل الزيتون مكان ذنوب كل بني البشر، والسيد المسيح هو الشخص الوحيد او الشخصية الوحيدة اللي فعل البر للنهاية. ايوب حاول يفعل البر للنهاية لكن معرفش فنزل في البلايا، لانه كان عايز يفعله بنفسه فما قدرش، وانه هو مش المختار فما قدرش. فكان مثل ايوب ده لينا عشان يقول لنا لن ينجح احد. فالله شاف ان لم ينجح احد وساء في عينه، فنزل في وسط البشر في صورة انسان، نزل في صورة لحم ودم، لحم ودم، ومشي في شارع اورشليم وكان مستشفى متجولة، وكان كل اللي بيمسه كان بينول شفاء. يعني لو واحد مسه لمسه كده كان بينول معجزة شفاء من كتر هيبته، لان هو الله، هو يسوع المسيح. فنزل في وسط اورشليم وتمشى واتكلم مع الناس وقال الموعظة على الجبل اللي هي اقوى العظات التي جرت على وجه الارض، ومد ايده بالسلام لشعبه لكن شعبه رفضه. زي ما كل الناس بترفض الحقيقة، وزي ما اقلية دلوقتي بيقبلوا يسوع المسيح والاغلبية بيرفضوه، لان الناس بترفض الحقيقة، لان الحقيقة ما بتعرضش نفسها على الناس. الحقيقة لازم الناس تدور عليها، لان الحقيقة عزيزة النفس، الحقيقة عزيزة النفس. ففي كل شعبه رفضه، جه عشان خاصته وخاصته رفضوه، خاصته رفضوه. اما كل اللي قبلوه من كل حتة في الارض اعطاهم انهم يصيروا اولاد الله. فاي انسان بيقبل يسوع المسيح بيصير ابن لله، لان السيد المسيح على الصليب مات عشان خاطر كل الاشرار، وكل من يؤمن بيه بينول غفران تام لكل الخطايا اللي عملها من بداية حياته لنهايتها. وهو ده الخبر اللي ابليس عايز يخفيه عنك بكل طريقة ممكنة، لان هدف ابليس انه يخفي صليب يسوع المسيح عن عيونك، لان هو السلاح الفعال اللي بيمحيه. لانك انت امنت بصليب يسوع المسيح تتغفر كل ذنوبك اللي انت عملتها مرة واحدة، وكل عمل الشيطان اللي حصل في حياتك بيتمحي، ما يبقاش ليه اي لازمة او اي قيمة، وبتتولد من جديد والروح القدس بيحل عليك ويحول قلبك لقلب رجل اخر. ده ملخص كل الامر، ده ملخص دعوة المسيح ليك. ان امنت بالسيد المسيح وقبلت هذا الكلام اليوم بيكتب اسمك في سفر الحياة، وبتنول الحياة الابدية، الحياة التانية، وبتغمض عيونك هنا على الارض تفتحها في السماء. لان مفيش نوم، الواحد هنا بيغمض عيونه على الارض بيفتحها لا اما في السماء لا اما في الجحيم. فانا امنت بيسوع المسيح واعترفت بدمه وبقيامته من الاموات حسب المكتوب جوه الانجيل ده بتخش السماء. اما ان رفضت يسوع المسيح وانكرته بتنزل الجحيم، زي ما قال يوحنا المعمدان من 2000 سنة يمكث عليك غضب الله، لان هو ده الطريق الوحيد، وهو ده الصخرة اللي عليها بيقوم او بيسقط كل انسان. هي دي الرسالة، والرسالة دي طالما انت سمعتها فهي هتكون حياة او موت. لو قبلتها تحيا، لو رفضتها خلاص هتدينك في اليوم الاخير. الوقت قريب، مفيهاش زمان بعد الزمان، استعدوا للقاء الهكم.